بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ايه العلامات اللي بتظهر على الأرنبة بتاعتي لما تكون الأرنبة عشر. ايه العلامات اللي بتظهر عليها تدل على ان هي جربت تولد. الأرنبة بتولد على 40 يوم. ازاي اعرف ان الأرنبة بتاعتي خلاص على وش ولادة، يعني فاضلها ساعة واحدة بالكتير خالص وتولد، او ان هي بتحضر اساسا للولادة علشان تنتج لي انتاج حلو كده زي اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دول الارانب بتوعي 5 ارانب والدهم الارنبة سن 20 يوم. ازاي الارنب عندي هيبان عليها العلامة دي؟ تعالوا نشوف. وانا هعمل لها ايه واساعدها ازاي في ان هي اسهلها يعني عملية الولادة. هي التسهيل بتاعت ربنا يعني، بس احنا مش بنعمل لها حاجة ولا بنتدخل يعني، ولا حلة مية سخنة ولا اي حاجة من الكلام ده، ولا يا ام السعد يا ام السعد تعالي الحقيقة. لا لا، مفيش الكلام ده. هو الارنبة بتولد لوحدها خالص خالص يعني، سبحان الله. هي بتبقى مجهزة نفسها ومجهزة بيتها ومجهزة حالها، انت ما الا انك بتساعديها لان او بتخليها تتكيف مع المكان. فاول حاجة باذن الله كده نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ. انا بانية زي ما قلت لكم فيلا 4 ادوار للارانب، 4 جتر فوق بعض. تمام، دول انا بنيهم في الاوضه على السطح. فالجطرة طبعا علشان كبيرة وبابها كبير مش هتنفع ان انا اسيب الارنبة تولد فيها كده، فلازم احط حاجة الارنبة تولد جواها علشان اضمن ان الارانب تبقى دافية، يبقى مكان محكم كده والارانب تبقى دافية، ما يتضروش. فانا هروح احط الجدرة دياتي. عندي جدرة، الجدر دي انا بستعملها من زمان خالص، بقالها سنين عندي وشغالة معايا الحمد لله. فعلشان اضمن ان الجدرة كمان تبقى نظيفة، مش بس هغسلها، هي كانت مغسولة قبل كده من فترة وكنت حطاها برضو لنفس الارانب يعني بيدخلوا ويطلعوا فيها، لكن انا لا، هعمل ايه، هطهرها باني الم شوية ورق وهحطهم جواها وهولع فيها علشان اضمن ان كل البكتيريا، كل ميكروبات، اي حشرات، اي حاجة ممكن تكون موجودة فيها تموت يعني كده كتطهير. زي ما احنا بنطهر الحلة مثلا على النار من الريحة، لما تحطي حلة ألمونيا تكوني غسلاها أو حاجة حطاها على النار علشان المسام، لما تكوني حاطة طاجن فخار بتطهريه علشان المسام بتاعته تتطهر، لأن الحاجات الفخار بيكون سهل إن البكتيريا تعيش جواها لأن ليها مسام. فأول ما دي بس احنا ولعنا فيها كده، أول ما الورق يدج والسخونة والنار تمسك فيها كلها، هضمن كده ان البكتيريا بتاعتها اتقتلت كلها، البكتيريا اللي فيها. هاخدها زي ما هي كده وهحطها ايه دافية، يعني وهي دافية سيبها كده تهدى شوية بس تكون دافية، وهحطها للأرنب وهتشوفوا الكلام دوت قدام شوية. تربية الأرانب بقى، نتكلم عن تربية الأرانب. تربية الأرانب من أسهل ما يكون. انت لو ما بتعرفيش تربي أي طيور، تمام، هاتي أرانب. مش هقولك هاتي فراخ، ما تجيبيش فراخ، هاتي ارانب. الارانب حلوة جدا وبينفع تربيها في اي مكان، حتى لو انت هتربيها في البلكونة، لو انت قاعدة في شقة ايجار ما عندكيش مكان، لو قاعدة في مكان ضيق وما عندكيش مكان، يعني ربنا يوسع علينا وعلى المسلمين، ما عندكيش مكان تربي فيه، تربيها في البلكونة. ولا ليها صوت ولا ليها نفس ولا تزعج الجيران، ولا تشتكي مثلا من ان الجيران هيسمعوا صوت الطيور. يعني مثلا لو هتربي فراخ في البلكونة، مثلا لو قاعدة في شقة ايجار هتربي فراخ، الفراخ حلوة في البلكونة وممتازة وتشتغل معاك كويس خالص، ولكن ممكن تأذي الجيران. الجيران ما يعجبهمش الصوت فيتضايقوا منك وينزعجوا. الحمام برضو ليه صوت فينزعجوا منه. البط والوز لا طبعا ما انصحش ابدا انك تربيه في البلكونه. اما بالنسبه للارانب فهي امثل حاجه تقدر تربيها في البلكونه. الارانب ملهاش صوت وحلوة وبتعيش على فضلات البيت كامل. يعني انا بتكلم يا اخوانا عن الارانب البلدي، ماليش دعوة بالارانب لا البابيون ولا البتاع ده الاسكندر ولا الفرلاندي باين او حاجة زي كده. انا بتكلم على الارانب البلدي، وابعدوا عن الانواع التانية دي لو انت حديث التربية. وطالما انت هتربي للتوفير ابعدي عن الارانب الانواع دي، خليكي طالما بتربي للبيت يبقى خليكي في الارانب البلدي المصريه بتاعتنا اللي بتعيش معاكي وبتتكيف
وبتتكيف على كل يعني الاجواء بتاعتنا، يعني في الحر تستحمل، في الشتاء تستحمل. لان انت لو جبت الارانب البابيون او الارانب الانواع التانية اللي هي اللافندر والحاجات اللي زي كده، والشنشلة والحاجات دي عايزة درجة حرارة في الصيف وعايزة دفايات في الشتاء. لكن الأرنب المصري بتاعنا ابن حلال، البلدي ده، يعيش معاكي وشغال ويتكيف معاكي في كل حاجة، يعني في كل المواقف وكل الأجواء بيتكيف معاكي. وأنا بربيه هنا وبيرعى، بصوا يعني هو مش ظاهر هنا في الكاميرا بس انتوا يمكن تشوفوه في الفيديوهات التانية. أنا سايبة الأرانب بترعى وسط الطير عادي خالص، وبحبسها وقت بحبس الأرنبة قبل ما تولد ب5 أيام. يعني قبل الأرنبة ما يجي ميعاد ولادتها ب5 أيام باجي حبساها، ببقى عارفة ان الأرنبة دي ببقى يعني حاسبالها كده بالموايم. يعني انت مش هتعرفي بالظبط يعني حصل العشر يوم ايه، ولكن بالموايم كده قبلها ب5 أيام ب6 أيام بكون حابسة الأرنبة علشان أجهز لها ايه، هي ده المكان اللي هتولد فيه. بعد ما تولد بقى بنشوف بقى هننزلها امتى، نبدأ نطلعها وندخلها والحاجات اللي زي كده. بعد كده دلوقتي ايه، احنا قلنا بحبسها قبلها ب5 أيام. فانتي الأرانب اسهل حاجة توفر لك، بترمي لحم الارانب البلدي، بترمي لحم وعدد وغير مزعجة، وبتاكل فضلات البيت. يعني عندك شوية بصل، شوية قشر يوسفندي، قشر برتقان، قشر موز، شوية خضرة بايظين عندك في المطبخ بس مش معفنين، يكونوا بايظين، كسر عيش ترميها لهم، ياكل الحاجات دي كلها اللهم بارك، بياكلها وبيبقى بينضف لك ايه المطبخ. انت بس عندك هاتيلهم شوية رملة من اي حد يكون بيصب جنبيكوا، تستأذن منه وتاخدوا منه جرد الرملة. شايفين انا كنت حبساها من 3 ايام، دلوقتي انا خلاص كده بستعد لها، لان هي ايه، اليوم ساعة ما كنت بكنس لها القطرة كده كانت هتولد تاني يوم، يعني كانت خلاص الولادة بتاعتها تاني يوم. فنضفت لها القطرة وكنستها وبتعامل معاها بحرص خالص وبهدوء، يعني ما بزحاش ولا حاجة، بهدوء خالص. هي يعني الحركة بتاعتها تجلد تجلد تجلد، فاللهم بارك كده، يعني ربنا يصلح حالها ويديمها علينا نعمة. فبتعامل معاها بالراحة، كنس لها العشة وهنضفها لها واشيلها منها اي حاجة كانت فيها قبل الولادة. بصوا التنظيف ده كله ده هرميه وهيطلع بره. ومن ضمن الحاجات اللي انا كنت حطاها لها برضو قشر التوم، قشر التوم وعروش التوم الناشفة، دي ما ترموهاش، دي تعتبر كنز في البيت عندك. قلنا عليها اكتر من مرة ان هي مضاد حيوي. بعد كده بعد ما هنضف لها المكان هدخل لها الجدرة بقى مش هتكون سخنة، لا هتكون دافية. واحنا دلوقتي في الجو برد ده، يعني ربنا يصلح حالها، الجو برد، فهتدخل الجدرة وهتحس بالدفى وهتحس بالسكينة كده وبالهدوء جواها، وهتعجبها وهيعجبها الوضع. انا جبت لها شوية جلوح، انا قلت لكم على الجلوح قبل كده، اللي هو جلوح القصب، اللي هو باجي زرع اعواد القصب، قصب السكر، القصب اللي بنعمل منه السكر، تمام. ده اسمه احنا بنقول عليه في الصعيد عندنا هنا بنقول عليه جلوح. انا معرفش بقى الناس بتقول عليه ايه تاني، بس احنا عندنا اسمه جلوح. الجلوح ده انا بقطعه لها، باخد لها الناعم منه اللي هو الحتت اللي ما يبقاش فيها عواد يعني ناشفه بقدر الامكان، واحطه لها. وده بصوا شويه قشر توم اهم، انا بقول لكم قشر التوم بالنسبه لي كنز. خلاص احط لها قشر التوم علشان اضمن ان تحتيها يكون دفى، وان الحاجات دي كمان هي تتسلى على الحاجات الخضراء، تمام ماشي. والباقي اللي مش هتاكله هيعتبر عازل ليها، لا مؤاخذة عزكم الله، عن البول. هي هتعمل يعني لما بتيجي تعمل حمام، المكان اللي انتي بتبيتيها فيه او القطرة، بصوا مش عايزة تسيب مكانها، مش عايزة تسيب مكانها خالص. المكان اللي هي فيه ده يعني بتعمل بول في مكان وبتنام في مكان تاني، تمام. انا دي كده بحط لها الجدرة، بصوا الجدرة بعد ما اتطهرت من جوه بقت نظيفة خالص ازاي. هحطها لها وهحاول اني اسندها لها بجوالب طوب علشان ما تبقاش بتتهز، فبثبتها لها كويس بجوالب الطوب، بس يعني بحيث ان هي ايه، الدنيا معاها تبقى حلوة.
ورحت جبت لها شويه عبش وحطيتهم فيها، بس ما ملتلهاش المكان عبش. انا بعلمها بس البدايه، انا عايزاها تخنن هنا، يعني ده يبقى ده الخن بتاعها زي ما بيقولوا، فانا عايزاها تخنن هنا. فحطيت لها شويه عبش، يعني مش كتار، شويه قليلين، شويه عبش ناعم وشويه عبش توم. خلاص، وهسيبهم لها، وهي بقى هتتكيف. يعني هتلاقوها، بصوا شايفين انا دلوقتي ايه، يعني هي مش عايزة تقوم. تعالي احنا نجيبك يا ست الكل. جبتها كده، بصوا هي مستغربة من الجدرة، بس بعد كده لما تدخل جوه الجدرة هتعجبها، لان اليوم ده كان برد 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 رهيب، كان برد جدا جدا. فلما دخلت جوه الجدرة، جوه الجدرة، عجبتها. بصوا بتشمشم فيها ازاي، خلاص. بصوا بدأ بطنها من فوق يفضى، يعني الرحم عندها بدأ ينزل لتحت، فاهمين؟ فبيجي من فوق بدأ يفضى. بعديها في الليل بقى لما طلعت لها اتفقد احوال الطير في الليل، ما بنامش غير لما اطلع ابص عليه مرة واتنين بالليل، يعني مرة الساعة 10، مرة تاني الساعة 1 بالليل مثلا، اروح اطلع ابص عليهم. برضه انت مسؤولة عنهم، فلازم تطلع تبص فيهم مرة واتنين. ماشي. فلقيتها بقى ايه، هي هنا بتاخد عبش، بس انا مرضتش افتح الباب واقطع انسجامها. بتاخد عبش، في حاجات بتاكلها وفي حاجات ايه بتلم على بوجها كده وتدخلها جوه، تدخل جوه وتعمل فرش ليها. هي بتهيئ نفسها بنفسها، بس انتي فهميها وحطيها في المكان اللي هي هتولد فيه، هتلاقيها ايه فهمت معاكي الدنيا، وبتنام في المكان دواتي وبتتكيف عليه، يعني وبتجهز نفسها للولادة عليه. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ايه العلامات اللي بتبان بقى على الأرنبة علشان تعرف ان هي العشر بتاعها كبر وخلاص كده؟ جرب تلاقيها الأرنبة بسم الله ما شاء الله زاد الطول وزادت حجم بطريقة، يعني الضعف، زاد الطول وحجم بسم الله ما شاء الله. يعني بتبقى أرنبة محترمة كده، تلاقي الأرنبة بقت طول ايدك. بصوا بقى تاني يوم الصبح، بصوا دخلت قد ايه عبش، لمت تقريبا العبش اللي انا ايه، اللي انا حطاه لها. وكمان من تاني العلامات برضو بتلاقي ظهر الارنبة عرض، الظهر بتاعها بيبقى العرض عرضين كده، يعني نفس العرض بتاعها قبل العشر او اول العشر، في السن الاولاني للعشر، في الايام الاولى للعشر بيكون العشر ظهرها ما بيبقاش عريض، اواخر العشر بتاعها بيكون ظهرها عريض جدا. انا رحت جبت لها حتت قماش، لو انت عندك عباية بتاعتك مش بتستعمليها، عندك حتة قماشة قطيفة، حتة قماشة قطن تكون نظيفة، بس اهم حاجة انا رحت جبتها قصقصتهم لها. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد مع الأرنبة، تعمليها لها بحيث ان هي ايه تدفيها احنا في البرد ده. وممكن لو ما عندكيش تجيبي شوية فايبر. خلاص. فانا رحت جبتهم، قطعت شوية حتت قماش فرو ابتدى قطيفة، وحطيتهم لها على باب الجطرة، على باب الجدرة او باب الجطرة. يعني ما هي الجدرة جنب الجطرة، الجطرة والجدرة جنب، الباب ده جنب الباب ده على طول. معلش. فايه هتسحبهم هي بعد شويه، هتلاقوا الارنبه بتاعتنا شطوره وهتفهم. انا حطيتها لها على وش الجدره كده من بره، وسبت لها الباقي بره في الجطره. هي بقى دي شطوره ارنبتنا بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي، اهو ماتي. يعني لازم تكون حاجة ناعمة وتمص، يعني تمص مية، تمص عرق ابتدى مية من الولادة، تمص إن كان دم نازل من الولادة، حاجات مشيمة مش عارفة ايه، دي بتمتصها. ماشي. فانا هحطها لها، بصوا اهي حطيتها لها على وش الجدرة. ماشي. والباقيين انا كنت يومها ده عجنة وطالعة بص عليها، والباقيين هسيبهم لها هنا كده. وهي بقى بسم الله ما شاء الله عليها هتسحبهم كلهم، بصوا سحبتهم وفرشتهم. يعني حتى واللي متابع الفيديوهات بتاعت الارانب، اللي هي الشورتز اللي انا منزلاها عن الارانب، هيلاحظ ان انا بصوا لما طلعت الارانب في كذا شورتز قبل كده، هيشوف القماش ده موجود برضو تحت الارانب الصغيرة المولودة.
بس انت بس كده هي، واهم حاجه يعني هي انت كده هيأتي لها المكان، حطيتي لها القماش، حطيتي لها حبش تولد عليه، مكان دافي وحلو، وتضمن ان درجه الحراره بتاعته تكون دافيه. مش عشانها هي بس، علشان الصغيرين، الارانب البيبي الصغيره اللي هتتولد. تمام. واهم حاجه الميه والاكل، الميه والاكل، وكرميها في الاكل. عندك برسيم، حطي برسيم. عندك علف، حطي علف، بس ما تحطيش علف ارانب، لان علف الارانب بيجيب امراض للارانب، يعني بيجيب الفيروسي للارانب، فما تحطيلهاش. نيجي بقى لأهم علامة بتدل على ان الارنبة بتاعتك هتولد خلال ساعة او نص ساعة، انك تلاقي الارنبة بتعمل كده، بتقطع سبحان الله، تقطع من الفرو بتاعها علشان تعمل الفرشة اللي هتنزل عليها ولادها أثناء الولادة. هي دي أهم علامة عندك. لو شفت الأرنبة بتعمل كده، يبقى اعرفي إن الأرنبة بتاعتك هتولد خلال نص ساعة، خلال نص ساعة بس، لأن الأرنبة بتعمل الحركة دي وهي رايحة تولد، وهي بتقطع كده سبحان الله، تقطع في الريش، في الشعر بتاعها. تمام. وتعمل فرش. لا مؤاخذة، أنا عندي انفلونزا، فعشان كده هتلاقوا عندي حروف بايظة خالص، فهتلاقي ان هي بتقطع كده وتحطه بحيث ان تعمله زي سرير. سبحان الله، سبحان الله، سبحان من هذا خلقه. بتلمهم كده وتحفرشهم، تفضل تقطع ولعلمك عملية التقطيع والفرش دي ما بتبقاش أول يوم بس أثناء الولادة أو قبل الولادة، ده كل يوم. لو لقيت إن الجو برد، كنت بلاحظ عليها الأيام اللي كان فيها الجو بيكون برد، بتقطع ريش تاني، تنحل شعر تاني من جسمها. معرفش ليه لازقة معايا كلمة ريش. تنحل شعر تاني من جسمها وتحطه على الأرانب، تغطيهم بيه، تقعد تنحل كده. بصوا سبحان الله، انا كده بصور من بعيد وخفت افتح الباب عليها، بس يعني انا ما حبيتش ان انا اقطع انسجامها بصراحة، فحاول الف الكاميرا. تمام. يعني حاول الف لكم الكاميرا كده. هوبا، اهي. بصوا هي دخلت هنا، انا جربت منها، هي دخلت تفرشهم. يعني هي قاعدة تقطع تقطع تقطع. بصوا لو خدتوا بالكم، بصوا في الزاوية بتاعت الجدرة من جوه اهي، في شوية شعر هي مقطعاهم وحطاهم. بصوا انا بحاول ان انا ابص عليها واصورها من غير ما اقطع انسجامها. دينا اهو كده لفينا الكاميرا، وبصوا، بصوا سبحان الله، سبحان من هذا خلقه، علمها ربي سبحان الله، سبحان الله. اللهم بارك، اللهم بارك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. سبحان الله. من اجمل الحاجات اللي تخلي عندك يعني التأمل في خلق الله. بصوا سبحان الله، من اجمل الحاجات اللي انت تقدري تعمليها انك تقعدي تتأملي كده. بصوا هي كده، بصوا شايفين بقى، بصوا شفتوا العلامة في وش، في مناخيرها دي، العلامة الحمراء، نقطة دم هتلاقيها في مناخيرها. كده الأرنبة ولدت، كده الأرنبة ولدت في الجطرة، وطالعة تنحل، وطالعة تنحل وتحط تاني. بصوا الأرنبة كده ولدت، شايفين؟ بصوا النقطة دي، نقطة هنا في مناخيرها، تحس ان زي ما يكون في سواد. لا ده مش سواد، ده علشان الكاميرا مش واضح اللون باين. آه ده دم. ده هي كده ولدت ولحست، لا مؤاخذة لعيالها. احنا المواشي، تمام، والماعز، اللي هي عزكم الله البهايم والأبقار والجاموس والماعز والأرانب، بعد ما بيولدوا الأرنبة بعد ما بتولد بتتعدل كده، وتقعد تلحس المشيمة من على عيالها، تلحس المشيمة من على عيالها، عشان تشيل الكيس اللي هما مولودين جواه، وتساعدهم في التنفس. سبحان الله. هي طالما انت لقيتي حاجة على أنفها، علامة على أنفها، سواء كانت دم أو شفتيها بأي لون تاني، أي علامة على أنفها، اعرفي إن الأرنبة ولدت
الارنبة ولدت وبتلحس لعيالها. الارنبة كده ولدت وبتلحس لعيالها. بصوا هي كده بتنحل تاني علشان تغطي فوق ولادها بالفرو، عشان تغطي ولادها بالفرو. دلوقتي بقى خدي بالك بعد الولادة مشوار مهم جدا في الاكل، ان انتي هتلاحظي ان الارنبة بتاكل الطقطقين، يعني مش بتاكل يعني مقدار الوجبة اللي انتي بتحطوه لها، لا دي بتعوز وجبة تاني مضاعفة، بتعوز وجبة مضاعفة. كل يعني بتحطي لها الاكل مقدار الاكل اللي بتحطيه كدي مرتين، لو بتحطي مرتين اكل بتحطي 4 مرات اكل. خلاص. بس سبحان الله يعني هتلاقيه في اطفالها. انا باكل الارنبة اثناء فترة العشر واثناء فترة الرضاعة، باكلها ايه؟ باكلها برسيم، باكلها على فراخ تسمين، على فراخ تسمين، على فراخ التسمين بيزود اللبن هو والبرسيم. باكلها برسيم لان انا مش بخلي الارانب تولد في الصيف، انا بخلي انتاج الارانب، لان انا عندي البيت عامه هنا بيتنا شمس فيه نار الله الموقده. اسيوط بلد وجع بين جبلين، الحر بتاعها لا يطاق. علشان كده انا مش بخلي. بصوا اهي العلامه اللي انا بقولكوا عليها، شايفين بقعه الدم اللي في مناخيرها دي؟ دي بقعه الدم اللي في مناخيرها دياتي. البقعه دي ده دليل على ان الارنبه ولدت ولحست لعيالها. كده هي لما دخلت فرشت الفرشة دياتي، ولدت وطلعت. سبحان الله، يعني هي العملية اساسا ما بتكملش حاجة. فانا مش بخلي، بقولت لكم انا مش بخلي الارانب تولد فترة الصيف، تمام، علشان البرد، علشان الحر. لكن في البرد بخليها تولد براحتها، بخليها تولد يعني بسيب عملية الولادة فيها بتبقى ماشي، يعني بخلي فيه ذكر معاهم. اما في الصيف بذبح الذكر، ما بخليش اي ذكر ارنب يبقى موجود في الصيف علشان الوفيات من الحر. الشقة البيت عندي ما يستحملش ان انا اربي كميات في الصيف. لكن انتي لو عندك البلكونة رطبة، تمام، حطي فيها الارانب هتلاقيها ايه، زي الفل معاكي، هتنتج معاكي طول السنة. بس اهم حاجة يكون المكان هاوي، تمام، ما يكونش حر خالص. شايفين ان انا بوريكم من الفرو المتساقط منها، وشوفوا كمية العفش كانت قد ايه في القطرة، حولته كله. يلا تعالوا بصوا كده اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هي طلعت علشان تاكل واحنا غفلناها وصورناها، ده بعد ساعة من الولادة، يعني بعد ساعة من الولادة، تمام. الأرانب كده، الأرانب دي بعد بسم الله ما شاء الله بعد ساعة، بصوا بصوا اهي حتة لحمة حمرا. هي كانت والدة 5 في المرة دي. بص الأرانب البلدي بتولد من 4 لحد 7. لو ولدت مرة 4، المرة اللي بعديها مثلا تولد 6، تولد 5. لو ولدت مرة 5 ممكن تولد المرة اللي بعديها 7 كده، يعني مش ثابتة على عدد معين. فانا مش عايزه احط ايدي جوه علشان ما اعملش بصمه، انا عايزه ريحتها هي اللي تبقى في الجدره، ما تدخلش عليها اي ريحه تاني. ممكن ايدي يكون فيها اي ريحه من حاطه ايدي عند ارنبه تاني ولا عند حاجه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بص شكلهم يفتح النفس، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. والله الحمد لله ان ربنا سخر لنا التربيه والحياه الحلوه دي. اتفرج على خلق ربنا سبحانه وتعالى وعلى عظمه خلقه، سبحان الله، سبحان الله، اللهم بارك. فانتي والحاجات دي حلوة على فكرة ان انتي تفرجيها لاولادك، وان الولاد يكونوا متواصلين ويتفرجوا على الحاجات دي ويشوفوا التربية، يشوفوا البيض وهو بيفقس، يشوفوا البط والطيور وهي بتبيض، يشوفوا الارانب وهي بتولد، والاستعدادات للارانب بتكون للولادة بيكون شكلها ايه. كل الحاجات دي حلوة. اللهم بارك، اللهم بارك. يربوا يا بنات، ربوا. تربية الأرانب سهلة جدا، أنا وريتكم ازاي الأرنب بتولد، الحكاية مش صعبة. هي بتقوم بنفسها في كل حاجة، انتي مع إلا إنك بتتابعيها بس وتشرفي عليها. ولا بحط لها أدوية ولا بحط لها حاجة، هو يا دوب فص التوم في علبة المية، فص التوم بس في علبة المية. يا رب يكون الفيديو كان دمه خفيف كده وخفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.